الضوء الكافي على هذا المسلك. أنا تحدثت على مفهوم بورقيبة للجهاد الأكبر، والجهاد الأكبر كان يقصد به هو بناء التنمية في الدولة الجديدة، في دولة ما بعد 56. كان هذا هو التحدي الأساسي، حيث كان المجتمع التونسي مجتمع يرزح تحت ثقافة تقليدية، بناء اقتصادية متهرية، وبطبيعة الحال جاءت كذلك فترات مناخية سيئة جدا. واستحضر بورقيبة في هذه الفترات النماذج من التاريخ الإسلامي، وخاصة في عهد الرسول، وخاصة مثال من المقارنة بين من يمضي وقته متعبدا في المسجد ومن يمضي وقته في العمل. وكان موقف الرسول إلى جانب من يمضي وقته في العمل أفضل من أنه لو بقي متعبدا في المسجد. بورقيبة كان بذكائه السياسي يستحضر هذه النماذج وهذه الأمثلة ليوظفها. بقي أن المستوى الثقافي آنذاك للمجتمع التونسي، ومستوى الإدراك ومستوى التجاوب والتواصل والتقبل، هذا هو التواصل مع هذا في تلك الفترة كان ضعيف. وتلقفت وسائل الإعلام هذا الحدث مجتزأ من سياقه وضخمت فيه، وبالتالي أصبح كجريرة من الجرائر التي ألصقت ببورقيبة، وهذا في واقع الأمر تجاوزته اليوم الأحداث. نحب نذكر هنا اللي كون بورقيبة أولا هو من خريج الصادقية قبل ما يمر إلى فرنسا، وبالتالي برنامج الصادقية التعليمي كان فيه جزء للتعليم القرآن وعلوم الدين، وبالتالي بورقيبة لم يكن جاهلا بهذه القواعد. ثم بورقيبة عندما تكون كمحامي درس التشريع المقارن والتشريعات الإسلامية كانت حاضرة في ذهنه. هذا أيضا لا يجب أن يغيب عنا. هو سامحني حتى مضادة في بلاد المغرب، لأن الإعلام وقتها كان بيد الأطراف من المشرق، وكان هناك صراع بين بورقيبة وعبد الناصر إعلاميا وعلى المستوى العربي نجح. ولا تنسى سببا آخر، لأن الإسلام السياسي مع الإخوان المسلمين منذ حسن البنا، وبعد ذلك حتى فيما بعد في الستينات والسبعينات الحركة الوهابية إلى غير ذلك. هذا أيضا عنصر لا يجب أن تنساه. وبالتالي كل ما يتعلق بالفهم العقلاني للتشريعات الإسلامية وللحضارة الإسلامية لما هو منير في الحضارة الإسلامية ترفضه هذه التيارات اليوم. أنا معك تماما في هذه النقطة، لأن هناك مدرسة بغض النظر حتى على الإسلام السياسي، لأن الإسلام السياسي جاء فيما بعد، لكن هناك مدرسة إسلامية في العالم العربي اللي هي المدرسة الوهابية التي هيمنت على مصادر الإسلام في المنطقة، فهي التي تنتج التصورات، وهي التي توزع الكتب، وهي التي تشرف على الأئمة، وهي التي ترسل الأئمة. ولذلك لم تكن هذه الرؤية تسمح برؤية مغايرة لتنافسها، وجاء هذا الصراع في هذا السياق. وإلى حد الآن نحن نعاني من هذا التصور الذي لم يقبل التجديد في الفكر الإسلامي. لكن أريد أن أعود إلى نقطة ذكرها الأستاذ الآن مهمة، وهي طريقة التعامل بورقيبة مع بعض النقاط في الإسلام، لأنه لا ننسى أن الإسلام السائد في تلك الفترة التي برز فيها بورقيبة كان إسلاما ثقافي بصفة عامة بصفة أوسع، ولكن في المستوى السياسي، وهو أمر لا بد من الإشارة إليه، أن بورقيبة قد توصل في النهاية إلى دمج الحزب مع السلطة، وأن بورقيبة أقصى حلفاء التحرير، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن